صغير. لا شوف المعلومة ده يقول سبحان الله دلوقتي الناس لا ما عندي مانع. خلي يسمعوا غنى كل الليالي، خلي يديها فرصة. تنافس. الأخ محسن. تفضل على راحتك. محسن القلاف من السعودية، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير وهنا أخي، أهلا وسهلا بك. دكتور الله يبارك فيك، بس مثل ما احنا استمعنا لكم يعني تقريبا 19 حلقة، أتمنى يعني من أخوة الضيوف أن يعني يستمعون كذلك احنا للجمهور، يعني احنا الجمهور نعبر عن رأينا بدون مقاطعة. الله يبارك فيك يا دكتور. يلا تفضل أخوي، تفضل إن شاء الله، تفضل. المهم في الموضوع ما نقاطع. يلا. اي تعطيني مثل ما أعطيت الأخ السيفي قبل شوي. الله يلا في الموضوع ما نقاطع، تفضل حنسمعكم. يلا. دكتور، أول شيء عندي سؤال يطرح دائما عندنا في أوساطنا الشيعية، لماذا عند سؤال مفكرين وعلمائنا ومحاورتهم ومناظرتهم فإنهم يتهربون من الأسئلة ويراوغون، وعندما يطالبون بالدليل يأتون بنص لا يمت بالموضوع بصلة من قريب أو بعيد، بل إنه في وادي والإجابة في وادي. وبالنقيض تماما عند إخواننا أهل السنة، فإنهم يعطونك الدليل في ثوان معدودة. وأتمنى من مشايخنا وعلمائنا احترام عقولنا نحن الشيعة. كذلك عندي سؤال إلى من يعزهم قلبي مثل الدكتور سعد والدكتور تامر، مع احترامي الكبير واعتزازي لهم، لكن هذه رسالة من القلب للقلب. لماذا نحن الشيعة في حسينياتنا وجميع مناسباتنا الدينية والاجتماعية يا أخي لحظة نرب دكتور أرجوك، تفضل. نربى ونعلم الكراهية والبغضاء والحقد، ويغرس فينا السب واللعن والكذب وخداع الآخرين، وتذهب أوقاتنا هدرا ونسكب العبرات والدموع على أحداث تاريخية مضى عليها مئات السنين. تبين لاحقا وبعد فحص الأسانيد وتمحيص الأدلة إنها مدسوسة ومكذوبة على آل بيت الرسول عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، لا تمت إلى أخلاقهم بصلة. فوالله العظيم لقد سئمنا وتعبنا وشبعنا وأصابنا القسيان من لعن وسب وتكفير الصحابة وعائشة أم المؤمنين، حتى إن قلوبنا قست وأصبحت سوداء لا مكان للحب فيها. إلى متى نحن عامة الشيعة وتجارنا ونكد ونكسب لقمة عيشنا ثم ندفعها إلى مراجعنا ليأكلوا أموال الناس بالباطل؟ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. دكتور، نعم. أنا أرى أن قول الله سبحانه وتعالى ينطبق علينا نحن الشيعة، وهي الآية الكريمة: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وأرى يا دكتور الهاشمي أن هذه الآية تنطبق عليك أنت وعلى الدكتور جلال وعلى الدكتور نبيل وعلى العلامة علي الأمين وعلى قناتك المباركة، قوله تعالى: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. دكتور، كلمة للدكتور التيجاني، فكثير ما اتهم هذه القناة واتهمك بالخبث، وأنا أسأل بالله وبحق محبة آل البيت، هل الدفاع عن آل البيت وعن تراثهم وتزكيتهم وترفيعهم عن ما لا يليق بهم هو خبث؟ اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. وأخيرا دكتور، أقترح منح جائزة نوبل للسلام والحب للدكتور الهاشمي في دور الطالب المتميز في توحيد المسلمين إلى صوت بين قلوبهم وعلى سعة صدر وكرم أخلاق. دكتور، آخر كلمة الله يخليك، تفضل. أعلنها من اليوم بفضل الله وبفضل هذه الحوارات الصريحة على هذه القناة المباركة والجهود المخلصة، فإني أتبرأ من هذه اللحظة من سب ولعن وتكفير كل الصحابة، وخاصة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان، وتبرأ من تشيع الصفوي وأعود وأرجع إلى تشيع العلوي، وأعلن حبي لكل المسلمين وكل الصحابة. ودكتور، أتمنى من الدكتور نبيل أن يتقي الله فينا نحن الشيعة. أطلب منه أن لا يكتفي بمكوثه في أوروبا، فنحن في ذمته وفي رقبته هو والدكتور العلامي. نعم، أنا مدعو بالإحساء والقطيف والمدينة وأكبر العلماء. نعم، أنا لا أنساكم. دكتور، نعم دكتور تسمع دكتور، أنا الآن عندك، وإحنا دكتور نتبع لمرجعيتنا السيد علي السيستاني حفظه الله. دكتور، إذا عندك سؤال ولا استفسار أنا أجاوبك في ثواني قبل ما يعني يذهب الخط إلى غيره بدون تقية. أي سؤال أي استفسار عندك
من باب وشهد شهاده من اهله. اي استفسار عندك بدون تقيه انا الان يعني ارد عليك واجاوبك في ثواني معدوده. يعني اذا عندك استفسار ولا تريد تسالني عن موضوع الحلقه ولا النص، مع العلم يا دكتور يعني والله انا يعني عمري 40 سنه في حيره من امري، يعني من يوم ما عرفت اقرا القران وانا يعني اقرا القران وارى مذهبي في وادي وتراثي في وادي وكلام الله في وادي. والله عندما درسنا التفسير الحقيقي وجدنا انه والله لا فرق بين ابي بكر وعمر وعثمان. الأخ الفاضل لو سمحت لي، هل يمكن أن أسألك سؤال؟ من هو الدكتور جلال؟ تفضل. نعم، هل يمكن أن تعرفنا بشخصيتك وبشخصكم الكريم؟ من أنتم وماذا درستم وما اهتماماتكم وأين تقيمون ومن أين تتصلون؟ دكتور أنا اسمي محسن القلاف، من عائلة شيعية، ومن عائلتنا معروفة عائلة تجار من تجار الذهب. القلاف معروفين من الشيعة المعروفين. ونحن من تجار الذهب يا دكتور ومعروفين. صحيح. ونحن يعني عندنا أقارب وأهل في جميع الخليج، وأنا من منطقة الإحساء. وأنا إنسان ما أقول لك طالب علم، لكن أهلي وأخوالي يعني من أهل العلم ودرسوا في الحوزات، لكني أنا أعتبر نفسي مثقف فقط، مثقف عامي من عامة الشيعة، يعني مش متمكن في طلب العلم.